مسائل كثيرة، بس منها قضية في سنة 96 في المدينة الرياضية عندما قتل حوالي 60 متفرج. طيب سيد الوزير، اسمح لي أعود إليك. أنا أعذرني، سأبقى دائما أنقل آراء الناس، هذا واجبي كصحفي، ولا أتبنى أي وجهة نظر. أنا ما يهمني المعلومة كصحفي وكوسيلة إعلام، أننا نتبين صحة أي شيء مرة أخرى. أرجو أن يتسع صدرك لي مرة جديدة. رأي من تويتر من أحد الليبيين المغردين معنا على الهاشتاج الذي أطلقناه، تسليم الساعدي، يقول: لو استثمرت المبالغ التي دفعت من أجله للشعب أفضل من أي شخص. هناك شبه قناعة ليبية أن هناك مليارات صرفت من أجل تسليم الساعدي القذافي، وهناك العديد من الآراء تعتقد بأن الشعب الليبي أحق بهذه الأموال. أنا هذا الكلام أريدك أن ترد عليه رجاء. هذا ليس كلامي أنا كصحفي، أنا إعلامي أنقل ما يقوله الناس الآراء الأخرى، وأريد منكم معلومة وردا. نعم، أولا أتفق مع ذكر السيد نعمان. علينا أن نعمل وأن نعرف وأن يعرف من يتابعنا من شعبنا أن مسألة إدارة الملفات الخارجية وملفات العلاقات تقوم دائما على المصالح المتبادلة المشتركة، وهي قاعدة أزلية تضبط علاقات الدول ببعضها، وأن أحيانا العواطف لا مجال لها في مثل هذه الأمور بقدر ما تتحقق المنافع. فما بالك ونحن نتحدث عن مخاطر أمنية ينبغي درعها بأي شكل كان. نحن يا سيد الفاضل ومن يتابعني من أهلي وشعبي في ليبيا، لا يمكننا أن نستمر في أن ندفع الأموال الكثيرة للإنفاق على التسلح وحماية البلاد بالتسلح، في حين مثل هؤلاء ما زالوا يجوسون حدودنا وثغورنا وينظمون الخلايا في الداخل، ويرسلون الأموال ويرسلون المخدرات ويرسلون حبوب الهلوسة، ويجعلون من شبابنا الآن في ليبيا تحت خطر الإبادة بهذه المواد المخدرة والمواد المسرطنة والخمور التي تضخ إلى السوق الليبي من مثل هؤلاء الذي يتربع وآخرين منه على مليارات الشعب الليبي، ونتركه هكذا. نحن حتى وإن دخلنا في اتفاقيات للتعاون الاقتصادي، وهي جزء مهم من أي سياسة أمن خارجي للدولة الليبية في علاقاتها مع دول الجوار، وهو إن كان هناك من يعرف أن هذا من أساسيات السياسة الخارجية لأي دولة. نحن نعرف أن دول كبرى تستخدم المعونات وتستخدم الاتفاقيات ومشاريع اقتصادية، وفي ظاهرها وفي باطنها أمور أخرى قد تحقق مصالح أمنية أيضا. نحن لا يمكننا أن نعيش بمعزل عن العالم، ودول الجوار هي دول مهمة لليبيا، ونتمنى وينبغي أن ندعم استقرارها أيضا كما ينبغي ويهمها استقرارنا نحن في ليبيا. وأن الوصول لهذه القناعة كان يبدو قد تحقق، كما ذكر أن السيد نعمان منذ فترة المجلس الانتقالي بدأت تحركات المكتب التنفيذي والمجلس الانتقالي في دول الجوار لمحاولة تأمين حدودنا ومنع ودرء أي أخطار تأتينا من هذه الدول. نحن أخيرا وصلنا إلى اتفاقات ممكن تقول جيدة مع السودان، مع تشاد، مع النيجر ومع الجزائر، وهذه لكل منصف من متابعي حراك ومشهد الخارطة السياسية للسياسة الخارجية الليبية أعتقد أنه بإمكانه أن يقول أن نجحنا في هذا إلى حد بعيد. نحن الآن نحوز على علاقات جيدة مع الدول هذه، والإنفاق الذي سيتم في اتفاقيات اقتصادية أو تعاون ويحقق لنا الأمن أيضا، أعتقد أنه في منتهى الذكاء وفي منتهى الجدوى، وينبغي أن نمضي فيه لأننا معنيين بتأمين بلادنا في هذه المرحلة التاريخية المهمة. سيد الوزير، فليس قصة أموال تدفع. نعم، ولكن الجميع المتابعين الآن معنا على تويتر كلهم يسألون. ليس جميعا، هذا كلام عمومي يطلق، لا يطلق من مذيع مثلك. ليس هناك جميع، هناك وجهة نظر. قل يا سيد الوزير، ليس هناك جميع في العالم يقول هذا. يعني رجاء، يعني التعاطي مع الإعلام جزء مهم جدا في عملكم. أعتقد أنه هناك أعرف ذلك، ولكن أنت تقول عبارات لا يمكن إجازتها يا سيدي. أنت تداهمني بعبارات لا يمكن إجازتها عندما تقول هناك جميع. أي جميع؟ هل هناك شيء في العالم عليه جميع؟ طيب سامحني، من أين جئت بهذه اللغة؟ تحدثوا عن 4 مليارات دولار، وهناك تحدث عن صفقات ب 600 مليون دولار. أنت تتحدث
يا أخي أنا أنقل إليك، والله العظيم أنا أنقل إليك، أنا لا أتي بشيء من عندي. طيب وأنا أقول لك. طيب أنت كمسؤول أعرف أنك أعرف وتنقل بشكل انتقائي جيد، نقلت جيدا، أنت تنتقي جيدا وتنتقي حتى الصورة التي في خلفية هذه الحلقة. لم تأتي بصورة واحدة توضح لك السعدي وهو يقود معارك الإبادة ضد الليبيين، وأنتم في قناة العربية كنتم تنقلون أحداث الثورة الليبية، وأعتقد لديكم من هذا الأرشيف. لماذا لم تأتوا بصور السعدي وهو يقود المعارك؟ أرجو الجبهات ويبيد مدن. لماذا؟ نحن نتحدث. هل هذا من المهنية أم تأتوا له كبطل متوج كلاعب؟ هل هذه هي المهنية في الصورة أم تبت أنت عبر الصورة أشياء أخرى؟ هذا ما تفعله يا سيدي، ولا ترفع عينيك، لأن هذا ما تفعله تماما. أنت تفعل هذا. ماذا أفعل؟ وأنا أستطيع أن أتكلم في العربية وأتكلم في إذاعة أخرى، ولا يهمني ما تقول أنت. أنا سأقول ما أريد أنا، وهذا ما توجه به. تفضل يا سيد الوزير. أنا أعتذر، ولكن يبدو أنه طريقة الكلام هذه يعني تظهر لا أعلم. لا أنت تستفزني يا سيدي، لا تستفزني وتقول لي هذا الكلام. أنت تستفزني منذ البداية، وتنتقي عبارات أعدت لك جيدا، وأسئلة أعدت لك جيدا، ومختارات من تويتر وفيسبوك أتيت بها وهي معدة جيدا، وصورة في الخلفية معدة جيدا. طيب كل هذا يا سيدي لا يضعك في إطار موضوعي ومهني كإعلامي. سيد الوزير أنا أدعم، وبالتالي أنا سأسحب من هذه الحلقة شاكرا لكم، وستكون آخر لقائي مع العربية. شكرا جزيلا. أنا أشكرك جزيلا أيضا على مشاركتك معنا. كان يجب أن أفسح لك المجال لكي ترد وأنقل إليك مختلف الأصوات. أنت واجبك كمسؤول أن ترد على ما يقوله الناس. أنت وصفت ما يقوله الناس والمتابعون الليبيون بأنه كلام مراهقين، حتى لو كان كلام مراهقين يستحق أن يرد عليه من قبل مسؤول ليبي. إذن أشكرك جزيلا وزير الثقافة الليبي على مشاركتك معنا حبيب الأمين.